ده هو الزرزور يا حبايب قلب الزرزور. واحد يقول لي انت اتهطلت ولا ايه يا زرزور؟ هقول لك يا جدعان انا متهطلتش يا جدعان، كل اللي قلته حصل. واحد يقول لي بقى، واحد ما تفرجش على حلقه التوقعات، يقول لي انت مالك في ايه؟ بس ايه اللي حصل؟ قلت لك في حلقه التوقعات نادي بيراميدز سيكون اسوأ مواسمه هذا الموسم، وهفضل اكررها لك كل فيديو عشان انا ما بهتش، عشان انا يا جدعان ما بهتش تربيه كوره مع جون كوره. نادي بيراميدز النهارده بيتعثر حالا بالا فالا امام المصري 2-2، وكان وشك ان يخسر هذه المباراه. طيب فكنا من دي يا عم، فكنا من دي. قلت ايه تاني في الفيديو؟ قلت لك الزمالك هيعوز وقت عشان ينسجم والصفقات دي تنسجم مع بعض، وهيتعثر في بدايه الدوري، وهذا حصل. شفنا امبارح ولا اول امبارح الزمالك بيتعثر امام المقاولين بالتعادل السلبي. وقلت لك الاهلي لا يبدا شرس قوي لا يبدا فوفي. شوفنا بدا شرس قوي وادينا شفنا. يا جدعان انا ما بهتش في الفاضي، يا جدعان يا جدعان انا ما بهتش في الفاضي. بس النهارده هنتكلم على ماتش الزمالك وماتش بيراميدز. تعال نبدا بالزمالك اللي تعادل 0-0 امام المقاولين العرب بحاله ضعف في جنسي في المباراه. ضعف جنسي، اقول لك الزمالك كان عنده ضعف جنسي في المباراه. مكسب الزمالك في المباراه الواد البرازيلي ده برازيلي واسمر بيرقصهم صنبه فعلا. الواد البرازيلي مكسب الزمالك، والصفقه الوحيده اللي نقدر نقول عليها صفقه من العيار التقيل. باقي الصفقات عم ادوارد اثبت ان صفقاته ال3 ب10. خد 3 لعيبه عليهم لاعب هديه، وال4 لعيبه طفش. لعيبه الزمالك وصفقات الزمالك اقل من المستوى اللي كان متوقع، اقل من المستوى اللي كان متوقعه الجمهور، بس انا كنت متوقعه. اصل الزمالك يا جدعان مش هيجيب اللعبه دي كلها، واللعبه دي كلها هتبقى فلته. اللعبه دي يا جدعان انا كنت حاسس ان اللعبه دي قليله، بس الواد البرازيلي والله كنت شاكك. اصل يا جدعان بيبان وبيتشم وبيتحس يا جدعان. كل مره اقول النور قطع. ابقى اجيب سيره الزمالك اهو النور رجع. ماشي يعني، تعالى نمسك واحده. نادي الزمالك يا جدعان مديره الفني، انا شايف ان المدير ده عنده كوره، المدير الفني ده عنده كوره وعنده فكره، بس اللعيبه مش مساعداه انه ينفذ. اللعيبه مش قادره تنفذ اللي هو بيقوله. لو انت زملكاوي العيب مش في المدرب خالص، العيب في لعيبتك. وده اللي انا قلته، ان هنعوز وقت عشان نشوف الزمالك ابتدى شكله يظبط. هو حبة فترة عشان اللعيبه دي تنسجم مع بعض. هنعوز وقت عشان المدرب ده يعرف يفصل اللعيبه على الجمل بتاعته. وشوفنا ماتش المقاولين، اللعيبه مش عارفه مش عايزه تباصي، مش عارفه تنفذ، مش عارفين يعملوا حاجه. في عجز، ولكن مش عجز مدرب، عجز لعيبه. ده نادي الزمالك. نادي بيراميدز يا جدعان والله انا كنت عارف وقاعد مبسوط كده في الماتش وانا بتفرج على الماتش، كنت عارف اللي ده هيحصل، وهو فعلا حصل. نادي بيراميدز ضئيل. وده اللي انا قلت لكم يا جدعان، نادي بيراميدز موسم وخلاص فركش، مش هنشوفه حتى في التوب 4. طب انا اقول لك اهو، نادي بيراميدز لو فنش تالت الدوري ده، لو فنش في المركز الثالث قولوا على ما بفهمش كوره وهقفل لكم القناه. نادي بيراميدز في الموسم ده لو فنش تالت قولوا عليا انا ما بفهمش حاجه وما تتفرجوش على تاني. امين. نادي بيراميدز لمركز رابع وانت نازل، ده اللي انا بقوله وهفضل اقوله. طيب عايزين نتكلم على نادي المصري. الماتش ده عمل ماتش يا جدعان للتاريخ، سواء الفرقه عرفت ترجع تاني للمباراه، سواء البلن اللي ضاع، سواء الاداء، سواء اللعيبه. لا، نادي المصري الموسم دوت شكله اشرس،
وانا توقعته في حالة التوقعات في المركز الخامس، ولكن شكله هيفنش في المركز الخامس برضه عشان ما بقولش حاجة غلط. انت مستني اقول لك هيفنش خامس؟ هيفنش خامس دوري اهو من كتر الهاتش النور. خلاص طب ما تكسفوناش قدام الناس، خلاص عيب الناس تقول عليا ايه. خلاص طب اشتغل اشتغل، طب معلش خلاص مش ههتش تاني والله ما ههتش تاني، اشتغل خلاص بقى ايه، اكمل يعني وانت تشتغل لوحدك برجولة. انت كده هتزولني وهتزول الناس. محترم يا اخويا يا كبير، يا اخواتي يا كبار محترمين يا اخواتي تشكروا. ماشي. عايزين نتكلم على عمر الساعي. عمر الساعي اللي دفعنا فيه 50 مليون جنيه كاش وما لعبش معانا، احد ضحايا مارسيل كولر. اتفرج عليه رجع فريقه من مهارة فردية، والجولة الأولى جاب جون عالمي، يمكن أحسن جون في الجولة. يعني ده يمشي وقفش هيقعد؟ لا أنا كده هقلق، يعني ده يمشي وقفش هيقعد؟ طب 50 مليون جنيه، 50 مليون جنيه واحد يقول لي ما مالوش مكان بقى، انت عمال تجلد ليه؟ مالوش مكان يا ابني. انت ما بتتفرجش على الواد. ما هقول لك على حاجه، انا اعذرك، ما انت مش متابع الدوري، انت بتشوف له لقطات. لا انا بتفرج على الماتش كامل وبشوف تحركاته ولمساته. ده ما ينفعش يمشي، وهتشوف ان هذا الموسم هيثبت ان عمر الساعي اقوى صفقه جت النادي. عمر الساعي اقوى صفقه الاهلي تعاقد معاها، وكويس اللي الاعاره دي تبينه وما تحرقهوش. هيثبت نفسه وهيرجع يمسك مكانه تاني. عمر الساعي، افتكر الاسم ده، ولو في ماتش للمصري ابقى اتفرج عليه. لاعب هو ده كواليتي النادي الاهلي، هو اللاعب الجرينتا، هو اللي بياخد الكوره بيحزق ويجري عشان يرجع فريقه، هو اللاعب اللي بيحط نفسه في الالتحامات، اللي هو ما بيتمشاش ويتلكع، هو اللعيبه بتاعتنا عمر الساعي. اتمنى يرجع تاني النادي بعد فترة الاعارة. انا طالع النهاردة اثبت كلامي، حلقة النهاردة تثبت كلامي، سواء عدم الانسجام في الزمالك وتعثرات بيراميدز. ده اللي قلته في حلقة التوقعات، ابقى روح بص عليها عشان الايام تثبت لك ان الزرزور ما بيهتش في الهاتش. وعشان كده بقول لك اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس، عشان مش هتلاقي الكلام اللي انا بقوله عند اي حد تاني، واللي عنده من ده كداب. السلام عليكم.